السلام عليكم اخواني اخواتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ مبروك عليكم الشهر الفضيل. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا شاورما غزاله بنينه، شي حاجه ما تشبعوش منها. يا سلام. اول حاجه غنبدا بها معكم غتكون هي خبز التورتيلا اولا العيش كيف ما كيسميوه. هنايا خديت 6 الكيسان ديال الدقيق ما يعادل 600 غرام، عندي معلقه صغيره ديال الخميره خبز، عندي معلقه صغيره ديال الملح، وعندي 3 ملاعق صغيره من الزيت النباتيه. بالنسبه لقياس الماء غادي يكون تقريبا واحد 2 كيسان او نص على حساب نوعيه الدقيق اللي كتكون متوفره عندكم، واش تيشرب غيحتاج الماء بزاف ولا لا. كنخلط العجين، كنعجنو مزيان، نعطيه الكفن لكم مزيان، خاصو ما يكونش قاصح وما يكونش العجين كيتلصق، يكون مرخوف، يكون شويه بين وبين بحال عجينه الخبز. دائما تخليوها كترتاح، عاد غادي نبداو نخدموا بها كاي عجين، نخليوها ترتاح واحد المده، تمشيو تقديو شي حاجه وتعاودوا ترجعوا ليها واحد شويه، ماشي بزاف، تقريبا واحد نص ساعه ولا شنو حتى كتطلق راسها. كنشكلها كويرات صغيره. هنا درت نفس القياس تقريبا واحد 77 غرام 75 غرام. عبروهم ولا شوفوا كوروا بيديكم هكا على حساب القياس باش ما يجيوكمش وحده كبيره وحده صغيره، يبقاو تقريبا في نفس القياس. وكندير واحد الرشه ديال الدقيق، درت غير الدقيق، تقدروا ديروا الدقيق وتزيدوا عليه واحد المعلقه ديال النشا. وكنبقى كنسرح داك العجين ديالي كيف ما كتردوا معايا البال، راه كندير نص دوره وكندورها للجهه الاخرى، نص دوره وكندور باش كتبقى تعطيني دائما داك الشكل الدائري. صافي وهكا كنبقى طوات ليكم بحال هكا، تحاولوا تحلوها دوك لي بلي ما توطوش عليها بالدلاك باش ما تلصقش على بعضياتها. وكتحلوا الا كانت شي بلي ولا شي حاجه وكتبقاو كتسرحوا فيها حتى كتحصلوا عليها بواحد الشكل رقيق، كتكون تقريبا كتبين كتجي رقيقه بزاف على سطح العمل. كتعاودوا ديروا لها واحد الرشه ديال الدقيق، شوفوا كيفاش كنمشها هكا، راه ما كتلصقش، كتجي زوينه وغزاله. كتخليوها واحد الرشه ديال الدقيق وكنبداو كنحطوا وحده فوق وحده حتى كنكمل جميع هذوك الخبز ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه ما كيلصقوش على بعضياتهم. كنبقى كنرش بالدقيق دائما وحده فوق وحده وحده فوق وحده، وتنحط حتى كنساليهم كاملين، كنسرحهم كاملين عاد كنبدا ان شاء الله الطياب ديالهم في واحد المقيله وفي واحد النار اللي تكون متوسطه، ما تكونش مجهده. كنحطهم بحال هكا فوق المقيله وكنبقى كنقلب، ما تخليوهمش يبسوا بزاف، غير يبداو كيتشمعوا تبداو كتحيدوا فيهم باش هكا ما كينشفوش ليكم وكيتهرسوا، غير يبداو يبسوا بحال هكا واحد شويه وكنحيدوهم. ودائما نديرهم في واحد المنديل باش يرجع ليهم داك الصهد ويبقاو رطبين، ما يجيونيش قاصحين. صافي وكتستعملوهم كيف ما بغيتو نتوما بالطريقه اللي بغيتو. نتوما تشوفوا كتردوا الباب كيبدا كيتنفخ، كيدير دوك التبويقات هكاك، راه تعرفوا بدا كيطيب، كيبداو الورقه كتفرق من الوسط، راه كيجي مهوي وكيجي زوين، شي حاجه اللي زوينه وديال الدار. وكتعرفوا شنو كتستعملوا، ماشي بحال داك اللي كنشريو من على برا. شوفوا كيفاش كتجي الورقه فاش كتغطيوها كيرجع لها الصهد، راه كتجي رطبه وزوينه، كتقدروا تستعملوها لاي حاجه بغيتو. شوفوا كيفاش كتجي هانتوما. هنا بالنسبه لهذا القياس اللي استعملت راه عطاني 12 وحده، 12 حبه. بالنسبه للدجاج هنا ما استعملتش دجاج، استعملت لاداند. خديت تقريبا واحد 300 غرام. غادي نستعمل معها معلقه صغيره ديال الابزار ديال الخرقوم، معلقه صغيره كذلك ديال البابريكا اولا التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، والملح على حسب الذوق ديالكم نتوما. كذلك استعملت القليل ديال القرنفل، تقريبا واحد 3 الحبات مطحونين. عندي واحد الحكه صغيره ديال الكوزه، وايضا عندي الثومه بودر، عندي واحد المعلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون. كذلك درت واحد شويه القياس ديال الزيت البلديه. كنحرك هادشي مع بعضياته وتنخليه يرتاح واحد الساعه د المكانه على الاقل، تقدروا تخليوه يبات ليل كامل. صافي الوقت اللي كنبغي نطيبو كنضيف ليه واحد البصله مشنفه على شكل طولي، كنخليه كيتشحر مزيان، كنضيف داك البصله على سميتو وكنطيبو مزيان حتى كيتعقد ليا وكتنشف ليا داك الحشوه. صافي وكنبدا كنخلط في الشاورما ديالي. هنايا ضفت لها الفرماج احمر، كذلك هنايا عندي تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال المايونيز،
وكذلك عندي واحد المعلقة ديال لاصوص اندلس. كنضيف ايضا الخس مقطع، تقدروا تضيفوا كورنيشون، هنا ما درتوش، كاين اللي كيبغي على حسب الذوق، انا ما كنفضلوش بزاف، ولكني تقدروا تزيدوه نتوما الكورنيشون اولا مطيشه اولا كل واحد والذوق ديالو شنو كيعجبو يضيف فيها. هنا بالنسبه للخبز طورتيلا الا كتشوفوا معايا راني قطعت له الجوانب ديالو، الا كانوا كيجيكم يابسين بزاف تقدروا تدوروه هكا وتقطعوه، ما تخليوش يبان الشكل ديالو هكاك عشوائي صافي. وكنستعملو كنعمرها مزيان وكنطوي بالطريقه المعتاده، اولا تقدروا تلويوها كيف ما كتجي على شكل دائري هكا صافي. وكنحطوه في الاله ديال البانيني ولا في شي مقيله وكنخليوها حتى كتقرمش، راه كتجي غزاله بنينه لذيذه، شي حاجه زوينه بزاف وكتجي فنه. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم ما طولش عليكم فيه، هنا الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من لايك والاشتراك، شكرا على المشاهده.